للاسف فصل التليفون. يا مروان يا ريت الله يكرمك ان البنت عندها 10 سنوات، يا ريت تاخدي بس رقم التليفون، هقول لك على حاجات النهارده تعمليها، البنت هتتحسن معاها جدا ان شاء الله، وتبداي يعني نخفف الانسولين سنه سنه مع بعض، وان شاء الله تتحسن جدا. يا ريت تتصل تاخد رقم الموبايل من على الكنترول، هو رقم 010 110 7026. زي ما قلت ان الموضوع بتاعنا احنا استاذ عبد التواب السلام عليكم. اخويا الحبيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عبد التواب؟ معاك عبد التواب من اسماعيليه. يا مليون مرحبا. الله يخليك يا فندم. خادمك، اتفضل يا اخويا. معلش وانا بقى انا عندي طبعا عندي بتعالج من السكر من الانسولين، وبعدين كان النظر كان حصل فيه كده ضعف النظر شويه. طب حبيب قلبي حبيب قلبي استاذنك بس وطي التلفزيون. انا وطي التلفزيون اهو. طيب يا حبيب قلبي اتفضل. السلام عليكم. بتعالج من الانسولين. طيب عندك كام سنه؟ انا عندي 64 سنه. ربنا يحفظك يا رب ويديك الصحه يا رب. ربنا يخليك يا دكتور. اهل اسماعيليه يا حبايبي. عملت اشعه فقالوا لي عندك رشح كده في العين شويه. ربنا يشفيك يا حبيب قلبي، خد رقم. ربنا يخليك. وبعدين هناك بيحاولوني على اعمل عمليه بالليزك او الليزر. ربنا يشفيك يا حبيب قلبي يا رب. فما فيش عندي سيادتك وصفه غير العمليه دي، انا خايف من العمليه دي بصراحه. ابشر ابشر ابشر، انت هنا طرقت باب المصطفى صلى الله عليه وسلم. استاذه اميره السلام عليكم. استاذه اميره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا استاذه اميره. ايوه ازيك يا دكتور؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك. لو سمحت يا دكتور ثواني بس يا دكتور، هوطي التلفزيون ثواني. طيب ماشي اتفضل. اسمع حضرتك اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ربنا يجزيكم كل خير يا دكتور على اللي انتوا بتعملوه ده والله. ربنا يتقبل. يعني انا يعني فرحانه قوي 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 بحضرتك بالموضوع دوت قوي. ربنا يبارك فيك. وطالبه من حضرتك طلب معلش تسمعني. خادمك. دلوقتي انا عندي موضوع النحافه، يعني بقالي حوالي عمري دلوقتي 35 سنه وما فيش فايده، يعني خدت كل وصفات وخدت حاجات كتير. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. امر الله عز وجل. في حاجه ثانيه هسالك عليها بس. دلوقتي انا عندي التهابات في معدتي وكنت خفيت منها. التهاب ايه؟ التهابات في المعده. المعده حاضر. كنت خدت ادويه وخفيت وكده تمام، بس الحمد لله. بس دلوقتي يا دكتور دلوقتي اي حاجه حامي او فلفل اسود او اي حاجه تلاقي المرض اتقلب طيب. يعني اتعمل تاني. وعندي والدي عنده فشل كلوي. ربنا يشفيه ربنا يشفيه. وعايزه يا دكتور حاجه ليه، وكمان ما بيتحركش ولا بيمشي على رجليه. ربنا يشفيه، ده احنا جاي لغايه عنده والله. الله يكرمك يا دكتور ويخليك للامه الاسلاميه كلها، انت وحضرتك واللي زيكم. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله يخليك. ماشي يا دكتور، لو سمحت يا دكتور ربنا يخليك، عايزه بس حاجه رجليه لان هو ما بيتحركش وما بيمشيش. ربنا يرد عليك النهارده بالنسبه لرجليه ان شاء الله. ربنا يخليكم للامه الاسلاميه كلها يا رب. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. ممكن نمر تليفونك يا دكتور؟ 010 110 70 خديه 26 في الاخر، خديه من الكنترول. عايز ربنا الو. ربنا يشفيه لك ان شاء الله يا فندم. اتصال اخر. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ ربنا يحفظك يا فندم. انا كنت بتصل من شويه كده. مين بقى؟ فتحيه اسوان. فتحيه. طب ثانيه واحده يا فتحيه. خير يا فتحيه. ايوه انا كنت بقول لك على عندي تنميل كده رجلي تنميل لما اقوم من النوم وساعات كده في صوابعي وكده. استاذه فتحيه طب لحظه. انا فاكر حضرتك بس انا بدور على موجوده تنميل في القدم والاصابع. ايوه ايوه. ايه تاني؟ لا خلاص. طيب ابشري ان شاء الله الحلقه الجايه انتظريني يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يشفيك يا رب. متشكرين. تحت امرك. ربنا يخليك يا دكتور. اللهم امين يا رب. طيب انا عاوز اقول بقى يا استاذ حميد، انا سامحني بس عشان اللي ابوها مش بيتحرك دوت، يا ريت تجيب له بس زيت كافور لغايه يوم الاثنين الجاي وتدلكي بيه المفاصل عشان يتحسن ان شاء الله. الاخت اللي والدها عنده فشل كلوي، ببشرك والله ناس كتير ربنا شفاهم وناس اسلمت، يعني ناس كانت نصارى واسلمت وناس يهود واسلمت بسبب موضوع فشل كلوي. فابشري ان شاء الله. اقول لك اوصى ب 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه الجمال عند العطار هيتحسن معاها جدا ان شاء الله. بس رجليها هتلاقيها زيت كافور ودلكي بيها ان شاء الله تتحسن ان شاء الله عز وجل. مش عارف معانا اتصال صاحب حميد توفيق ولا لا؟ صاحب حميد توفيق طبعا صاحب الفكره وربنا يتقبل منه يا رب ويجعل عمله في ميزان حسناته يا رب ويثبتنا على الحق. طبعا انا عايز اقول ان فعلا كل اللي عاملين في القناه فعلا فريق محترم جدا وفريق هدفه لله ان شاء الله، وربنا يتقبل منهم بدايه يعني من الذي يقدم الماء والشيء للناس، نهايه برئيس القناه، مرورا بالاستاذ حميد توفيق، استاذ صفوت،
الاستاذ علواني اللي كان قبل كده، كل القائمين، احمد العرايشي، محمد سعد، كل الناس دي ناس كويسه جدا وفعلا هدفها تخدم الامه، وربنا يتقبل منهم يا رب، اللهم امين وثبتهم على الحق يا رب. ويعني انا اسف جدا يعني النهارده الموضوع كله كان بس عاوز افهم الناس ايه هو البرنامج. طيب دلوقتي هناخد بس اتصال من سيدي وشيخي وحبيب قلبي واستاذي استاذ عبد الحميد توفيق. السلام عليكم استاذ عبد الحميد. السلام عليكم، ازيك يا دكتور حسن؟ ربنا يحفظك استاذ عبد الحميد. استاذ عبد الحميد طبعا نائب رئيس القناه ومن الناس جزاكم الله خيرا ربنا على هذا العمل الطيب، اللهم امين، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. انت صاحب الفكره الله عز وجل ان يجعلك سبب في تخفيف اي الام لاي احد في العالم كله. اللهم امين يا رب. لان الناس كلها انت عارف اي انسان عنده اي شيء بيكون مكروب، اي نعم، وده بيكون فاحنا بيكون تحت مظله ان احنا بنقول اغاثه الملهوف يعني. ربنا يحفظك لان يعني. كل واحد عنده مرض يعني ربنا عز وجل يرفع عنه يا رب اللهم امين يا رب. الامه، خصوصا ان الانسان لما يكون مريض هو او احد من اهله يكون الدنيا كلها امامه يعني فيها شويه مشاكل. ولكن احنا من خلال هذا البرنامج بندعو الله عز وجل ان يجعلنا سبب في تخفيف اي الام. انا عاوز اقول يا استاذ حميد ان انت حضرتك صاحب الفكره، وانت حضرتك اتصلت عليا وانا في الارض ساعتها كنت ماشي في قلب البرسيم والفول كده، وحضرتك اتصلت عليا وفعلا كانت فكره طيبه جدا، وانا يعني حسيت من انفاس حضرتك الاخلاص في طلب هذا العمل، يعني وان هو يكون خاص بك. والله ما دفعنا الى هذا الامر الا احياء لسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، لان احنا يعني المفترض ان احنا ندافع عن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وزي ما قال كده مولانا الشيخ البدري في الاول خالص يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الطبيب الاول، فبالتالي يعني كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو شفاء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. استاذ حميد ممكن نرفع شعار للبرنامج دوت بعد اذنك ويكون تحت وقف لرسول الله؟ ان شاء الله هو كذلك، هو وقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحياء لسنته صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني مسك الختام، ربنا يحفظكم يا رب. مسك الختام طبعا كلام استاذي وحبيبي ومعلمي في الاعلام الاستاذ عبد الحميد توفيق، يعني فلن اتحدث بعد حديثه ان شاء الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين، وصلي وسلم وبارك عليه في الاخرين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.